بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتونا. احنا قناتنا يانا يا مرات اخويا. انا خوخه. انا هعمل النهارده احلى مربى. هعمل مربى بترفع الانيميا وكل يحبها، يعني الكبار والصغار كلكم هتحبوها. انا هعملها بمكونات بسيطه وهتبقى سريعه وكل حاجه. ده هيبقى كيلو بنجر. كيلو بنجر هنغسله هنقطعه في الكبه، مش هبشره. انا لما بشوره بيبقى متفل كده، ما بحبوش. انا جربته في نص كيلو بس طلع بصراحه تحفه، فقلت انا هعمله عشان برضو الانيميا ورفع الانيميا عند الكل، الكبار والصغيرين. وهضيف عليه يجي اقل من ربع كيلو هضيف عليه اقل من ربع كيلو فراوله. تمام. وهعمل قد ايه المقادير السكر. هقول لكم المقادير السكر قد ايه. المفروض الكيلو البنجر عليه نص كيلو سكر، نص كيلو سكر. بس انا مش هعمل نص كيلو سكر. ايه يا قطه، القطط بتخطف. مش هعمله غير بكوبايه ونص. هو اقل من نص كيلو، نص كوبايه. انا هعمله بكوبايه ونص. الكيلو البنجر بكوبايه ونص سكر، وعليه اللي اقل من ربع كيلو فراوله. احنا هنغسله ونقشره. تمام. وهنرجع لكم ونقطعه ونرجع لكم تاني. بعد ما قطعناه هنقطعه بالطريقه دي كده، نقطعه شرايح كده صغننه كده عشان هنحطه في الكبه. الكبه هتقطعه حتت صغيره كده بدل ما نبشره، وبعدين بسرعه وسهله وجري كده. لو قعدنا هنبشر الكتير، يعني تاخد من وقت كتير. انما لما نحطه في الكبه، بسم الله الرحمن الرحيم كده، زي الجزر. احنا عملنا برضو الجزر كده، اهو. وهنضربه وهنرجع لكم تاني. ماما نفرمهم قدامكم بالراحه كده شريكة. بسم الله. حتت صغيره خالص كده. اهي بعد ما انضربت، شفت المنظر؟ استني كده. شفت المنظر؟ احسن من البشر. انا بحبها كده، هي ومربة الجزر انا بعملهم كده. انا عامله برضو مربة الجزر بنفس الطريقه دي كده، وضربناها برضو معاكم. هنحط بقى في الحله اللي احنا هنسويها فيها، ونكمل ايه بقيه الكميه كلها دي كده. بعد ما انضربت، شوف الكميه كبيره قد ايه، ده كيلو. تمام. هنحط عليه ايه بقى؟ هنحط عليه ده احنا قطعناها انصاص كده. تمام. دي كده عشان بتتهراش، يبقى لها حتت كده فيها، يبقى منظرها حلو. حط يلا يا قطه السكر. ده كوبايه ونص سكر زي ما اتفقنا. ده كوبايه ونص سكر. انا ما بحبهاش مسكره قوي، يعني هو المفروض نص كيلو على الكيلو البنجر، نص كيلو. تمام. هنسيبها كده بقى لما تزرد الميه بتاعتها شويه. تسيبها ساعه ساعتين. تسيبها من بالليل وتقومي تولع عليها الصبح. احنا هنقلبها فيها كده ونغطي عليها ونسيبها، وبعدين كمان ساعه ولا 2 نولع عليها ونوريها لكم. واحلى مربى ومغذيه جدا، ورفع الانيميا على طول. ما فيهاش اي اضافات تانية، يعني ما فيهاش الميه بتاعتها هتسويها. يعني احنا ما بنسلقهاش ونصفي ميتها، لا، ميتها هتسويها تبقى مغذيه بقى. يعني تصوري بقى لما ميتها تسويها والسكر وده يبقى ايه، يعني يبقى ايه المنظر. شفت العسل؟ والله جميله جدا. شوفوا يا بنات، انا حبيت اوريلكم مرحله من اللي هي بتغلي فيها. الفراوله عامله لها ريحه تحفه، والله تحفه. على فكره انا دقتها لقيتها مسكره وجميله. يعني بصي، هو المفروض للكيلو البخار عامل عمايله، يعني للكيلو نص كيلو، بس احنا ما بنحبش الحاجه مسكره. بس انا دقتها لقيتها تحفه كده، يعني هي كده تحفه اهي. دي مرحله غليانه اهي، وريحه ايه ما اقولكوش. ما تصدقش خالص ان هي بنجر، هي تحس ان هي مربة فراولة كده. وكفايه ان هي بترفع الانيميا للكبار وللصغيرين وكده.
فهي جميله يعني. احنا لما تستوي خالص هنرجع لكم تاني. بس يا بنات انا خلاص هي استوت، هطفي عليها بقى دقيقه كده، بس هحط عصره ليمون عليها قبل ما اطفي. اهي عصره الليمون اهي، تمام اهي، بس نص ليمون بس. اهي يا بنات بعد ما استوت اهي، بصوا هي طعمها فراوله. طعم البنجر مش باين فيها خالص، بيبقى يبان معانا في العصير كده ويغير طعم العصير دي خالص. على فكرة انا هدوق منها، تحفة والله تحفة. جميلة. شوفوا المنظر. خد يا وزة كلها، هم واقفين جنبي. تحفة. احنا بقى هنعبيها في البرطمانة دي اهي اهي. بسم الله. ده كيلو بنجر يجي ربع كيلو فراولة. وقد ايه سكر؟ انا حطيت كوبايه ونص عشان احنا ما بنحبش الحاجه مسكره قوي. هو المفروض على الكيلو نص كيلو سكر، نص كيلو سكر، بس احنا ما مش بنحب الايه الحاجه المسكره قوي دي. بس هي كده طعمها تحفه، لا مسكره ولا عد، والله جميله. يلا يا تفاحه بقى قومي جربي، قومي جربي، تعالي كده بقى ودوقي وجربي. والله بصراحة أنا عاملاها عشان الأنيميا لبناتي وبرضو لنا كلنا برضو، تحفة يعني. تمام. استنوا، هذا البرطمان اهو. شوفوا المنظر، شفتوا المنظر اهو. احلى مرب، والله احلى مرب، وفيها فوائد كتيرة جدا ورفع الانيميا بقى. وبصي ولا تقولي عصير ولا مش عصير، هم هيحبوها كده. خدها بقى في رحلات، سندوتشات مدرسة، اي حاجة، المهم انك تاكلي اطفالك كده، لان اطفالنا اصلا يعني ايه معلش يعني عايزين حاجات تغيير يعني. اهو تحدي خوخة، طبعا تحدي خوخة. شفتوا منظر البرطمان؟ شفتوا من هنا منظر البرطمان عامل ازاي؟ هنكمل هم ملت البرطمانة دي ولسه كمان هنا. ده هنحطها برضو برطمانة صغير، بس انا حبيت اوريكم منظر البنجر عامل ازاي، والله تحفة. وفي فيديو جديد وافكار جديدة وكوبايه ونص سكر بس. من مين؟ من خوخ. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واتفرجي على الفيديو الاخر عشان تستفيدي. وقناتنا يانا يا مرات اخوي. وطبعا تحدي خوخة. يعملوا لك ايه يا قطه؟ خوخة هيعملوا لك ايه؟ لايك واكسبلور. هيعملوا الخوخه وقطه. وانت يا وز يعملوا لك ايه؟ لايك واكسبلور وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هم على فكره هم يعني عاملين فريق كده، يعني حد بيصور وحد ايه طبعا وزة اللي بتصور وقطة بتشتغل معايا، فانا عاملة فريق جامد يعني وتحدي. انا اللي بحط السكر. ونلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. حطينا بقى في العلبة بقيت اللي كان في الحل. تمام. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وخشي اشتركي في القناة عشان تشجعوني. اختكم خوخة، انا بنبسط قوي بتشجيعاتكم ولايكاتكم. ويانا يا مرات اخوي، انا خوخة مرات اخوه. ودي المرب، واحلى مرب رفع الانيميا. ويانا يا هي